النهارده يا جدعان هقول لكم على تشكيلة الأهلي والزمالك المتوقعة في ماتش بكرة. كده كده الماتش ده دوري يعني. تشكيلة الأهلي هتبقى 4-3-3. في الجون شوبير، باك يمين محمد هاني، وجنبيه مصطفى العش، وجنبيه أشرف داري، وجنب أشرف داري كريم الدبيس. ماشي. وخط الوسط هيبقى مروان عطية وحسين الشحات في النص، وجنب حسين الشحات إمام عاشور. وخط الهجوم في الجناح الشمال يبقى أسامة أبو علي، والجناح اليمين أشرف بن شرقي هيلعب في الجناح اليمين. وفي النص اللي هو المهاجم الصريح يعني جراديشار. أنا أصلا يعني معرفوش، أنا مش عارف يعني أنطق اسمه قوي يعني. يعني جراديشار، أيوه. أنا معرفوش قوي يعني. وهنرجع بقى أقول لكم تشكيلة الزمالك يا جدعان هتبقى 3-4-3. في الجون عواد، وفي الدفاع يبقى 3 عبد المجيد ومحمود الونش، وجنبيه صلاح مصدق. خط الوسط يا جدعان هيبقى على الطرف اليمين عمر جابر، وجنبيه دونجا، و... وجنبيه ناصر ماهر. وعلى الطرف الشمال هيبقى محمود بنتايج. خط الهجوم الجناح الشمال يبقى مصطفى شلبي، والجناح اليمين هيبقى أحمد الجفالي، وفي النص ناصر ماهر. ودي التشكيلتين يا جدعان اللي هو المتوقعين، اللي انا متوقعهم يعني في الماتش اللي هو الماتش بكره. وكمان لو في حاجه جديده نزلت يعني هبقى اقولها. وكمان لو اي حد يشوف يعني التوقع يكتب لي في التعليقات النتيجه وكده. يلا سلام يا جدعان.